سعد الصغير براءة والمحكمة فاجأت الجمهور بقرار جديد. مفاجأة النهاردة من العيار التقيل هزت الوسط الفني. الفنان الشعبي سعد الصغير كان محكوم عليه ب3 سنين سجن، ولكن المحكمة النهاردة قررت تخفف العقوبة عليه، وده فتح عليه باب من التساؤلات. يا ترى ايه اللي حصل؟ وسعد الصغير اتحبس ليه اصلا؟ البداية، سعد الصغير اتحبس ليه اصلا؟ كل حاجة بدأت لما سعد الصغير اتورط في قضية تهرب ضريبي، واللي بسببها المحكمة حكمت عليه ب3 سنين سجن، غير الغرامة الضخمة اللي اتفرضت عليه واللي كان المفروض هيدفعها. القصة دي عملت ضجة كبيرة، خصوصا ان سعد الصغير معروف بشعبيته وحب الناس ليه. كتير من الجمهور خففوا الخبر، وازاي المحكمة خففت الحكم. بعد ما سعد طعن على الحكم، محكمة الاستئناف قررت تخفيف العقوبة. المفاجأة الأكبر إن سعد الصغير بقاله مدة كبيرة جوه السجن، محبوس من حوالي 5 شهور، يعني بالتحديد في أول شهر 9 2024. وده معناه إنه خلاص هيخرج قريب، لأن المحكمة خففت الحكم من 3 سنين ل6 شهور، ولو حسبناها هنلاقي إن خلاص سعد الصغير شبه خارج. أما عن أول رد للفنان سعد الصغير، فنشر بوست على حسابه الرسمي بيقول فيه: اللهم لك الحمد، ألف حمد وشكر، وتفاعل معاه عدد كبير من الجمهور ومحبيه، ورحب بيه كل نجوم الفن الشعبي. ومش بس كده، كمان الفنان عصام صاصا خرج امبارح والنهارده رحب بيهم الفنان أحمد شيبة، وكتب ليهم: حمد لله على السلامة يا رجالة، ونشر صورة للفنان سعد الصغير والعصام صاصا والحمو بيكا.